بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة مهداة من الشاعر بندر علي ناجب بن مبخوت الرشيدي من دولة الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله ورعاه. تفضل بعقاب. نعم، قصيدة قلتها وأقول فيها: يا لاعب بالنار لا تامن النار، احذر وجنب عن لهيب السعاير، من يضرب السكة وهو خلفها غبار، ما ينفع في الدرب كثر الحذاير. أما أنت يا الحوثي تعرضت الأخطار، يا مدورا للشر جتك الدواير، عينه على مكة وهو داخل الغار، يا الربح هذه من كبار الكباير. هو يحس بالبركان هين اليثار، وعزتيله والشرار تطاير عليه من جبله هبوب بالإعصار، ما للكسور اللي بنفالها جباير. أما تجيها الصبح مع فج الأنوار، ولا تغشاها بليل والعج ثاير، من عاصفة حزم البطولة والأنصار يقودها سلمان والدم فاير. يوم اعتزى سلمان في وقت الأسحار، ثم احتزم بالله عليم السراير، أعطى الأوامر واشتغل كل رادار، ما راح يحسب ربحها والخساير. سيطر على الأجوى من يمين ويسار، ما تشوف في جو السما لي طاير، يصيب شاره يوم يخطن الأشوار، مقدام حرب اللي يعتمن البصاير. اللي يبيه الحوثي يصير ما صار، واللي يبيه يصير سلمان صاير. هذا ولد ليثن اليغار ما نار، قوز على ما تحتملها الضماير، يفوح من صدره مثل فايح النار، شرب البلا عنده حليب العشاير. وان التفت سلمان في ناظر انحار، تبى الطعام الذوق فيها المراير. اول بنود الشرط خلاك تختار، واللي فرضت حرب ما انتهى مخاير، تطلب من ذا العجم كم دينار، حذرك وليس الخنا والستاير. عنده يشرح لك تفاصيل الاخبار، نوب يزورك وانت له نوب زاير. ثنتين خذ لك راي فيه انه تختار، اما قبول الشرط ولا الذخاير. كفو والله ابو عقاب، بيض الله وجهك. وجهك يستاهلونها العوجه. نعم والله.